مساكيكا ده اوتاكو مقرف ملوش نصيب خالص في انه يلم بنات حقيقيه عشان شكله اللي زي الزفت، بس فجاه كل حاجه بتتغير لما يكتشف ان اجمل بنت في الفصل بتحبه سرا وعايزه يروح معاه على طول. وكل ده بدا في يوم من الايام لما البنت الاكثر شهره في الفصل اسمها عليا وصلت المدرسه وكل الطلاب بيتفرجوا عليها. فجاه الولد اللي هو كان اصلا اوسم واحد في المدرسه اتقرب منها عشان يقولها شويه جمل تهريجيه كان جده علمه ليها، لكن هي ردت عليه وقالت له انها ما بتخرجش مع الاغبياء اللي زيك، وبهذا دمرت له غروره. وبعد شويه دخلت الفصل ولقيت مساكيكا نايم زي البقره الكئيبه، فزهقت منه وقامت صحيته بعنف وقالت له انت قعدت الليل كله بتتفرج على ملخص انمي في قناه سنوزر تاني. هو قام يتحمس وقال لها قد ايه بيحب الركابات دي، بس ده خلى عليا تفتكره اغبى ولد شافته في حياتها. وبعد شويه في الفصل مساكيكا كان بيخفى كل شويه وعليا قررت توجع دماغه بالقلم بتاعها، ففجاه صحي وكل الفصل بص عليه. المعلم شاف ايده مرفوعه وقال له جاوب على السؤال، لكن مساكيكا مش عارف هو بيقول ايه اصلا. عليا جابته اجابه من الكتاب وقالت له يجاوب. فكر مساكيكا يقول الاجابه بسرعه لكنه اكتشف انها كانت غلط. وقتها عليا رفعت ايدها وقالت الاجابه الصح وخلت مساكيكا يحس انه اغبى واحد في الدنيا، بس هي قالت له انها كانت بس بتوريه السؤال. هو طبعا اتخانق وقال لها انت بتستهبليني ولا ايه. بعدين فجاه عليا قالت له انت كيوت بالروسي، وهو مش مصدق وعينيه بتوسع من الصدمه مش فاهم هي قالت ايه. فسالها يعني ايه ده، فقالت له انها كانت بتقول انه غبي. في الاستراحه مساكيكا كان بيفكر ازاي يتعلم الروسي وهو صغير وهو بيلعب مع بنت روسيه، لكنه ما كانش يتخيل ابدا ان ده هيوصله للموقف المضحك ده، ان البنت الحلوه دي تتكلم معاه بالروسي وكانه في مسلسل. بس هو مش عايزها تعرف انه فاهم لانه لو عرفتها هتدخل في الارض من الخجل. بعد كده مساكيكا طلع موبايله عشان يتفرج على الهه انمي شعرها فضي، بس عليا شافت الموبايل من ايده وقالت له ممنوع استخدام الموبايل في المدرسه. لكن لما شافت ان شعر بنات الانمي زي شعرها الفضي رجعت له الموبايل وقالت له انت غشاش مش عاجبك شعري الفضي. ده خلاه يتصدم اكتر. وبعد شويه في الفسحه واحد قبيح قاعد يشكل مساكيكا عن مدى صعوبه السوق بتاع المواعدات ليه، لانه شكله زي القرد. في اللحظه دي شافوا عليا واختها ماشا ويوكي اللي كلهم كانوا اشهر بنات في المدرسه دخلوا القاعه. اصدقاء مساكيكا ابتدوا يتكلموا عنهم وقالوا ان البنات دي فوق مستوى قدرتهم بكتير. يوكي شافت مساكيكا وراحت مع عليا على ترابيزه مساكيكا، ولما عليا شافت كيف يوكي لسه مرحه مع مساكيكا سالتهم اذا كانوا اصحاب، ويوكي ردت وقالت انها صاحبه مساكيكا من زمان مما خلاها متفاجئه. وباللحظه دي الاتنين الغلبانين على الترابيزه قاموا فجاه مش قادرين يتحملوا القعده على نفس الترابيزه مع البنات الحلوين دول. بعد كده يوكي سالت مساكيكا اذا كان فكر في عرضها للانضمام لمجلس الطلاب، لكن هو رد وقال انه مش مهتم. يوكي قالت له انه هيكون مناسب جدا لانه كان في يوم من الايام نائب رئيس في المدرسه الاعداديه. عليا اتفاجئت لما سمعت ده، ويوكية قالت انها كانت هي الرئيسه وكان مساكيكا نائبها. مساكيكا قال انه كان مقدم في المنصب بس عشان يوكي هي اللي طلبت منه، بس يوكي استمرت وقالت لعليا انه قادر جدا لما يتعلق الامر باتمام الامور. لكن عليا ردت عليها بالروسي وقالت انا عارفه ده. بعد شويه لما يوكي سابتهم عليا عبرت عن دهشتها بجد وقالت انها مش مصدقه ان مساكيكا ويوكي متقاربين للدرجه دي، وقالت انا عمري ما كنت عارفه ان حد هيحب يكون صاحب مع واحد غبي زي ده. في اليوم التالي مساكيكا صحى من حلم عن اول حب ليه اللي كانت خلته يتعلم روسي عشان يتكلم معاها، لكن للاسف مش فاكر اسمها. وصل المدرسه بدري عشان ينظف الفصول هو وعليا لانهم كانوا في الدوام. وبعد شويه عليا وصلت وشافت انه نظف كله، لكنها ما اهتمتش بالكلام ده خالص، راحت قعدت في مكانها. مساكيكا لاحظ انها مبتله فسالها مين اللي خلاكي تبلي كده. ردت وقالت له واحد سواق غبي زي ده كان مر عليها وبعصر الميه عليها. بعد كده عليا قعدت في مكانها وسالت مساكيكا لو هو فعلا مش عايز يكون جزء من مجلس الطلاب، فرد وقال لا. فقالت له ماشي وابتدت تشيل الجوارب بتاعتها، وده خلى دماغ مساكيكا كانها هتتفجر وهو بيشوف رجليها الحلوه. عليا لاحظت تاثير ده عليه واستغلت الموقف وقالت له يجيب لها الجوارب الاضافيه بتاعتها، وبعد كده قالت له يحطهم ليها هو عشان يكمل الصدمه. مساكيكا عملها على طول علشان ما يبانش كانه اطرش في الزفه، لكن ده كان محرج جدا لعليا مش متوقعه انه يعمل كده. في اللحظه دي مساكيكا تقريبا قرب بيلمس مكان حساس وهي لسه بتلبس الجوارب، فطبعا عليا في لحظه غضب فجاه ضربه عنيفه في وشه المقرف. بعد كده مساكيكا قعد يتكلم مع اخته عن انه ممكن يكون عنده هوس بالرجلين وبيقول مش عارف يتصرف ازاي في الموقف ده، ولاحظ ان عليا لسه معصبه منه. عليا خرجت من الفصل فجاه فقام وراها عشان يعتذر لها عن شقاوته. هي قالت له انا مش زعلانه خلاص، وبعدين اعتذرت له كمان عشان ركلته، بس المسكين ده رد وقال انت المفروض تشكري، انا اللي لازم اشكرك على الفرصه اللي خليتيني اتمتع بمنظر ارض الميعاد بتاعك. ده خلى عليا تتلخبط وتضربه تاني في وشه، وبعد كده جريت وهو طبعا وراها عارف انه غبي جدا. بعد شويه تعبه فمسكيكا عرض عليها مشروبها المفضل علشان يهديها. عليا شربت وبعد كده قالت له بالروسي انت عايز بوسه غير مباشره. مساكيكا دماغه كادت تتفجر من الصدمه، لكن رد وقال لها ما فهمتش انت بتقولي ايه.
تاني يوم يوكي دعت مساكيكا عشان يساعدها هي وعالية في ترتيب قاعة مجلس الطلاب، وهما بيتكلموا مع بعض عالية بدأت تحس بالغيرة لأنه مش بيوليها نفس الاهتمام زي يوكي، فطلبت منه يجي عندها برضه بالروسي، وده صدم مساكيكا. في اللحظة دي رئيس مجلس الطلاب كنزاكي وصل، وده خلى مساكيكا يلمحوا بإعجاب عشان كان عنده هالة سيجما كده. مساكيكا قرر يعتذر علشان يهرب، لكن كنزاكي دعاه العشاء عشان يشكره على مساهماته. في الأول هو رفض، لكن يوكي شجعته لأنه ملوش حاجة ياكلها في البيت على العموم. كنزاكي بعدها دعا يوكي وإليوت يجوا معاه في الكافيه، وقال إنه متفاجئ إنهم خلصوا بسرعة الترتيبات دي، ويوكي ردت وقالت إن ده كله بفضل مساكيكا لأنه خبير في التنظيف والأوراق. سمع كنزاكي ده وقال لمساكيكا أنت لازم تنضم لمجلس الطلاب، لكن مساكيكا رد وقال أنا خلاص خلصت مع الكلام ده للأبد. يوكي قاطعتهم وقالت إنها عايزة تترشح للرئاسة معاه تاني، لكن مساكيكا رد وقال مفيش داعي، هي هتربح بسهولة من غير مساعدتي. لكن كنزاكي قال إنه مش متأكد لأن عليا هتكون كمان مرشحة، وده فاجأ مساكيكا. بعد العشاء مساكيكا مشي مع عليا لحد البيت، ولما وصل لقى أخته على الكنبة، وده كان الصدمة لما اكتشف إن يوكي هي في الأصل أخته الصغيرة اللي كانت متخبية عشان تضحك عليه، وادعت إنها صاحبة طفولته عشان هي معجبة بيه وبالذات أخوها الكبير. تاني يوم يوكي صحت مساكيكا وقالت له إذا كان اللي حساه ده بسببها ولا بسبب الصبح عشان هي أثارت غضبه. فمسكيكا غضب شوية، لكن قرروا يروحوا يشتروا شوية حاجات مع بعض، واثناء ما هما ماشيين شافوا عليا واقفة في ركن قريبة منهم. مسكيكا فكر يعمل إيه في الورطة دي، وفجأة أخته السخيفة جت راحت تقابلها وقالت لها إنها لحظتهم من شوية، بالرغم من إن الواد المهرج ده كان عمال يبص فيهم من زمان. دلوقتي يوكي قررت تقول لعالية تعالي معانا المطعم، لكن مسكيكا رفض على طول وقالهم لا نروح مكان تاني. عالية اتفاجأت وسألت ليه ما عايزنيش أروح معاكم، فقالت لها يوكي عشان ده مطعم أكل حار. لكن مسكيكا ضاف وقال مش بس حار، ده حار جدا لدرجة إنه ممكن يندمج على حياتك كلها. لكن عالية كانت مصرة وقالت مش فارقة معايا أنا هروح. ولما وصلوا المطعم دخلوا، وعالية بدأت تبص في المنيو وتكتشف الاختيارات المختلفة اللي فيها نار. مسكيكا نصحها تختار حاجة مش حارة قوي عشان دي أول مرة ليها وهما مستنيين الأكل. في اللحظة دي عالية لاحظت إن فستان يوكي كان شبه فستان ولاد، فقالت لها إيه ده؟ يوكي ردت وقالت كنت في السرير مع مسكيكا الصبح وفكرت ألبس قميصه علشان نخرج مع بعض. عالية اتفاجأت وقالت إيه ده؟ وبصيت لمسكيكا وسألته إيه اللي بيحصل؟ مسكيكا حاول يبرر وقال يوكي جت عندي البيت ونطت عليها وأنا لسه في السرير، مش كان في حاجة. لكن عالية ردت عليه وقالت له لا يا عم أنت هتقول كدب أحسن من كده، ده كله كذب. الأكل وصل بعد شوية وابتدوا ياكلوا. عالية كانت هتعيط من كتر ما الأكل كان حار، لكن حاولت تتظاهر إنها تمام عشان ما تبصش الأوراق بتاعتها. يوكي شافت ده وقررت تعمل حركة شريرة وعرضت عليها توابل تاش عشان تزود حر الأكل، وعالية وافقت تجربها رغم إن مسكيكا كان بيحذرها. لكن طبعا عالية بدأت تلوح من الألم. فبعد العشاء مسكيكا قابلها وقال لها إذا كانت كويسة وعرض عليها آيس كريم علشان يبرد لسانها. عالية لما لزقت في الآيس كريم ابتسمت وقالت إنه كان أحلى حاجة دخلت بقها في حياتها. مسكيكا فجأة سألها إيه السبب اللي خلاكي عايزة تترشحي لرئاسة مجلس الطلاب؟ ردت عليه وقالت دي اختياري. هو سألها لو عندها حد يركب معاه كرئيس ونائبه، قالت له لا بما إنهم بيخلوا الرئاسة في سنين، بس هجيب واحد عشوائي كده يبقى نائب في الورق فقط ومش محتاجة حد يساعدني. لكن بعد كده عالية اعترفت بداخلها وقالت له بالروسي أنا عايزة أجري معاك في الانتخابات، واللي صدم مسكيكا جدا. بعد كده عالية طلبت منه يساعدها في التسوق وهو وافق عشان ما عندهاش أصحاب أساسا. أثناء ما هما في التسوق جربت شوية هدوم، ومع إنها كانت خجولة في الأول ومش عارفة إذا كان مسكيكا هيعجبها ولا لأ، لكن بعد شوية بدأت تستمتع لأنها شافت إنه بيشكرها باستمرار. وبعدين قررت تجرب هدوم أكتر تكشف شوية، لكن لما خرجت من غرفة القياس لقت يوكي بره واقفة، وعالية اتصدمت جدا. في القطر بعد شوية عالية لسه مش قادرة تتجاوز الإحراج لحد ما مساكيكا ويوكي نزلوا من القطر، وهي كانت بتضرب نفسها على سذاجتها. وفجأة اكتشفت إنهم نزلوا في نفس المحطة، وبدأت تفكر ليه عالية راحت على البيت. وأختها مشى استقبلتها زي العادة بكل حيوية، لكن لما شافت إن عالية مودها غريب مش زي ما هي دايما ما ضيعتش وقت وسألتها إيه اللي حصل. عالية قالت لها عن مساكيكا وصاحبته المفترضة من الطفولة، وده خلى مشى تتشوق وتتحمس لأنها أخيرا شايفه أختها معجبة بشخص بعد ما كان قلبها محصن ضد أي حاجة زي الفايبرانيوم. عالية حاولت تتجاهل الموضوع، لكن مشى مش صدقتها وقالت لها أنت بتحبي مساكيكا؟ لكن عالية أجابت إحنا بس أصحاب. مشى مش مقتنعة وقالت لها إزاي تحبي واحد كسلان زي ده؟ كان لازم تتجنبيه زي الطاعون. ده خلى عالية تفكر في كل اللي حصل من 6 سنين في روسيا في مشروع دراسي. المجموعة اللي كسبت كان لازم تاخد جايزة، وعالية بما إنها دايما بتحاول تكون فوق الكل راحت المدينة علشان تعمل مقابلة مع حد لمشروعهم. لكن لما رجعت لقت مجموعتها مش فارقة معاها، محدش مهتم بالجهد اللي هي بذلته. عالية حاولت تحمسهم لكنهم كانوا مجرد شوية ثقوب تمتص الطاقة يحبوا يخسروا. كتبت تقرير مفصل للمشروع لكنهم طردوها وقالوا لها روحي عنقي عمود كهرباء، وهي كانت متضايقة جدا. عالية أكملت المشروع لوحدها، وفي الآخر شافت مجموعة تانية تكسب. الهزيمة دي كانت قوية، وقررت في طريق رجوعها للبيت إنها خلاص مش هتعتمد على حد تاني، وعهدت لنفسها إنها تبقى زي كريستيانو رونالدو كل حاجة لوحدها. عدت شوية سنين وعالية انتقلت لمدرسة يابانية مشهورة، وهناك قابلت مساكيكا ملك الكسل وعدم المبالاة. الراجل ده كان عايش كأن التنفس ده حاجة تلقائية، زي ما هو مش فاكر نفسه بيعمل إيه
ايه في حياته. لما جيت فتره مهرجان المدرسه كان كل واحد عنده شغل يعمله، لكن عليا كانت هي اللي عملت اغلب الشغل. زمايلها قالوا لها ريحي نفسك، لكن عليا مش هتاخد نصايح من ناس ما عندهمش فكره عن شغل، ففضلت قاعده في المدرسه في نفس اليوم تشتغل، ولدرجه انها جت لنفسها بوجع. وفجاه ظهر مساكيكا من غير اي مقدمات، كأن عنده حساسيه خارقه، عارف انها مرهقه، وقال لها روحي البيت، كل الناس هيساعدوكي بكره. لكن عليا مش موافقه على ده. فجاه مساكيكا طلع ورقه اذن من نادي الاشغال اليدويه سمحت لهم يفضلوا في المدرسه لغايه متاخر عشان يشتغلوا مع بعض كجماعه. عليا اتصدمت وسالت نفسها ازاي واحد كسلانه زي ده قدر يحصل على حاجه زي دي. مساكيكا قال لها انت مش لازم تعملي كل حاجه لوحدك، وده زعلها اكتر وابتدت تشكي في الموضوع وتقول الناس لازم تشتغل صح وتركز على الجوده. لكن مساكيكا قاعد يتجاهل كلامها وقال لها انت بتبذلي مجهود في حاجه غلط. بس هو اعتذر لها وقال انه بيقدر تعبها. في الاخر قالت له عليا ماشي ووافقت تروح، لكنها كانت لسه متلخبطه، مش عارفه هو ايه اللي محير مساكيكا ده. التاني يوم الاولاد زودوا من مجهودهم لانهم كانوا عايزين يبهروا البنات، وعليا اتصدمت لما شافتهم عاملين شغلهم بشكل جدي. كل حاجه خلصت بسرعه وكلهم استمتعوا في حفله ما بعد المهرجان. عليا لقيت مساكيكا قاعد لوحده فقررت تروح وتقعد معاه. هو ضحك وقال لها انت ما رقصتيش ليه؟ فقالت له كل المعجبين بتوعي كانوا وحشين. مساكيكا ضحك وقال لها انت ملكه الجليد زي ما الناس بتقول. عليا اتضايقت وقالت له اللقب ده بيفكرني اني مدلعه، انا تعبت عشان اوصل لكل حاجه عندي ومش عايزه حد يفكر اني طفل محظوظ عشان مولدي. لما سمع مساكيكا ده وعدها انه مش هيناديها باللقب ده تاني، وده فاجئها. شكرته وقالت له شكرا لانك علمتني استمتع بالمهرجان حتى لو كنت شويه متعجرفه قبل كده. بعد شويه ولاد بائسين ظهروا وبداوا يتراجعوا عليا ترقص معاهم، وده خلاها تحس بعدم الراحه. فمساكيكا قرر يتدخل وامسك ايدها وقال لهم هي مرتبطه، وقلب عليا ابتدى يدق بسرعه زي الخرفان. لما مساكيكا قال لها وريني ايه اللي عندك، هي وافقت. وبعد مره طويله مساكيكا اخيرا خلى وجهه الجاد يظهر بدل الهدوء المعتاد. في اللحظه دي ماشا بقت متحمسه جدا وهي بتروي القصه وتقول دي قصه كلاسيكيه من اصدقاء للاحباب، لكن عليا كانت مصره تقول انا اكيد اتحطيت في خانه الاصدقاء او حاجه زي كده. التاني يوم مساكيكا شغال في مجلس الطلاب، ولما قابل ماشا قالت له انها اخته عليا، لكنه حس انها مألوفه ليه. ولما سمع اسمها قعد يحدق فيها شويه. وفي وسط التسوق للاغراض ماشا اتشتتت على دبدوب وقررت تسميه باسم عليا، وده كان شيء بيضحك مساكيكا جدا. بعد شويه في محل شاي مساكيكا كان قاعد يفكر في طلاق اهله ووشه باين عليه تعبير غريب. في اللحظه دي ماشا فجاه جت وقامت بتخفف عنه، لكن حسيت الحركه بتاعتها غريبه عليه كانها مألوفه ليه. لكن اللحظه دي اتبهدلت لما هي سكبت شاي سخن عليه. مساكيكا وماشا رجعوا لمجلس الطلاب، وهناك كينزاكي كان واقف مع ابتسامته السخيفه زي العاده، قاعد يهزر مع ماشا على انها نسيت دبدوبها الشيطاني. بعد ما سلموا الادوات كينزاكي شكر مساكيكا لانه انقذ المكتب من انه يتحول لبيت مسكون ومش عايز يضيع الفرصه. كينزاكي تاني سأل مساكيكا لو فكر ينضم لمجلس الطلاب، لكن مساكيكا رد وقال لا انا افضل انهم يطحنوا كراتي وابقى خاصي، لكن هو وعده انه هيساعد لو احتاجوه. بعد كده ماشا اقترحت انه ينضم على الورق، وده خلى مساكيكا يشك في اصرارهم على الموضوع. كينزاكي بدا يحفر اكتر وسال مساكيكا ليه هو رافض الموضوع ده، لدرجه انه بدا يجيب سيرته في المدرسه الاعداديه لما كان نائب الرئيس. مساكيكا حاول يتجاهل وقال انه ما كانش مهتم بالكلام ده. ساعتها كينزاكي قرر يجيب حاجه شخصيه، واعترف انه قرر يبقى رئيس عشان يعجب بنت كانت في مستوى اعلى منه، وقال لها كان لازم اغير علشان اثر فيها. كينزاكي سحب صوره قديمه ليه وقال له دي صوره ليا من سنتين، كنت شكلي زي صوره انسان ممسح. مساكيكا بص لها في صدمه وقال انت كنت عامل زي واحد بيتسحب علشان يمسح بيوت الناس. وكينزاكي ضحك وقال كنت كارثه ماشيه على الارض لحد ما قررت اغير عشان بنتي. كينزاكي كمان لفت نظره انه حتى ماشا انضمت عشان كيساكي طلب منها، وماشا ما انكرتش وقالت المهم هو اننا نشتغل لصالح الطلاب مهما كان سبب انضمامنا. كينزاكي ذكر مساكيكا ايام مجده في المدرسه الاعداديه مع يوكي، وقال له انه مش لازم يخجل من انه يساعد حد ينجح. مساكيكا دلوقتي بدا يفكر في الموضوع ووعد انه هيفكر فيه. لما مساكيكا سال عن عليا كينزاكي قال له انها بتتوسط في مشكله بين فريقين الكوره والبيسبول بسبب استخدام الملعب. كل فريق عنده احداث كبيره، الكوره رايحه للمناطق والبيسبول بيكونوا متابعين، لكن كيساكي مشغول وعاليه هي اللي شايله الموضوع. مساكيكا عارف ان عليا اكيد متوتره ومرهقه، فقرر يروح يشوف الوضع بنفسه. لما وصل هناك لقى المشهد كله فوضى، الفريقين قاعدين يحدقوا في بعض زي التماسيح، وعليا تحاول تتوسط بيناتهم. اقترحت انهم يستخدموا منتزه ريفرسايد، لكن الاقتراح طاح في الارض، وفريق الكوره حاولوا يرموا الفكره على البيسبول، والبيسبول رفضوا رفض قاطع. في الوقت ده الكباتن والمديرين ساكتين زي التماسيح سايبين اللاعبين يزيدوا الخناقه. عليا بدات تحس انها مش قادره تتحكم في الموقف، وبدات تشك في نفسها. حلمها انها تبقى رئيسه بدا يبقى كانها مقلب على تيك توك، وفجاه بدات تبكي وتقول كلام بالروسي كانها بتطلب مساعده. وهنا مساكيكا قرر يتدخل، وقف وقال لهم انا المسؤول عن شؤون المجلس الطلابي العامه. على طول مسك الموقف وطرح حل وسط، الفريق
البيسبول ممكن يتدرب في منتزه ريفر سايد، والكوره تبعت لاعبين يساعدوهم. اللاعبون بداوا يتخانقوا، لكن ماساكي اتجاهلهم وركز في المديرين. وفجاه قبل ما التوتر يوصل لاقصى، مدير فريق الكوره قام وقال انه فريقه هيساعد. اللاعبون من فريق البيسبول لما شافوا مديرهم بياخد المبادره وافقوا على مضض. المشكله اتحلت. ماساكي قال لهم خلاص هتبعتوا طلبات رسميه بكره، وبعد كده اخد عليا وراحوا للمكتب. واثناء ما هم ماشيين ماساكي اعتذر لعليا وقال لها انه ممكن يكون خرب الدنيا لما تدخل في الموضوع ده، وهو كان خايف يكون خلاها تبان وحشه. لكن عليا ما اهتمتش بالكلام ده وقالت له مفيش مشكله. وسالته ازاي عرفت ان المدير هيتطوع يساعد. ماساكي اتردد شويه قبل ما يقول لها ان مدير فريق الكوره كان مرتبط بكابتن فريق البيسبول، والكابتن فضل ساكت لانه مش عايز ياخد طرف في الموضوع. لكن ماساكي كان عارف ان المدير هيتدخل عشان يدعم حبيبته. بعد شويه قابلوا كينزاكي اللي سالهم عن ازاي الامور كانت، وعليا قالت له ماساكي هو اللي انقذ اليوم. وكينزاكي شكرهم هما الاثنين. ماساكي على طول طلع شجاع وقال له انت اللي رتبته من البدايه صح؟ كينزاكي اعترف وقال لكن هسالك جاهز تنضم لمجلس الطلاب المره دي؟ ماساكي رد وقال ايوه مفيش مانع. وفي الوقت ده عليا بدات تتكلم مع ماساكي وقالت له انت مش داخل مجلس الطلاب عشان تنافس يوكي على الرئاسه؟ لكن ماساكي قلب السؤال وقال لها لو انا قررت اترشح للرئاسه هتتنحي من قدامي. عليا ردت بكل حسم وقالت مفيش حاجه هتخليني اتنحى، مش هسيبها. ماساكي اتاثر جدا باصرارها وقال لها طب لو كده انا هساعدك تبقي الرئيسه. وعليا اتصدمت من رد الفعل ده، لكنها بعدها مسكت ايده وشكرته. وفجاه همس ماساكي وقال بلاش تعملي كده تاني. وعليا كانت تهمس بالروسي وتقول حاجه ماساكي ما فهمهاش خالص، وده خلاه في حاله من الحيره. بعد شويه عليا اتهمت ماساكي انه بيفكر في حد تاني، وبالاخص في يوكي. هو على طول انكر وقال لها لا ده مش صحيح. لكن عليا ما رضيتش وضربته على وشه ضربه سخنه كده لدرجه انه واقع على الارض. بعدين قبل ما يمشوا هي اقتربت منه وقبلته على خده فجاه وقالت له يلا خلينا نمشي. ومع انه مش متوقع رد الفعل ده، ماساكي كان فاهم كويس انها في اللحظه دي اعترفت له بمشاعرها بالروسي قبل كده. لكن عليا مش قادره تقبل انها فعلا عندها مشاعر ليه، وهي بدات تتوتر وتستغرب من نفسها. بعد شويه سمعت صوت الباب وراحت تفتح علشان تقابل ماشا، واللي كانت شكلها كانها اتخبطت بعربيه. عليا سالتها ايه اللي حصل، لكن ماشا شتت انتباهها وقالت لها تعالي شوفي الدبدوب اللي لقيته. وبعد ما دخلت ماشا فجاه سالت عن ماساكي، لكن عليا كانت مدافعه عن نفسها وقالت ما هو مش مهم. لكن ماشا ما وقفتش وقالت لها لو عايزه تبقي معاه لازم تتحركي قبل ما يكون فات الاوان. عليا سألتها ايه اللي مخليك تتصرفي كده، لكن ماشا مجرد ما قالت كده مشيت بسرعة وثبت عليا في حالة من الحيرة والارتباك أكتر من الأول. ماساكي كان راجع البيت وهو بيبص على نفسه بكراينج لأنه كان مبالغ في رد فعله مع عليا، لكن بعدين افتكر اعتراف عليا ليه وبدأ يسأل نفسه لو كانت صادقة ولا كانت بتهزر مع وشه القبيح ده. وبعدين هز دماغه وافتكر دايما شجرات أهله وخلاص لآخر قناعة إنه الحب مجرد أكذوبة وهو مش مستعد يضيع وقته في التفكير فيه. لما وصل البيت دخل بالصدفة على يوكي في الحمام وهي عملت إنها محروجة، لكن كان واضح انها هي اللي رتبته عشان يشوف نعمتها وهي متأرجحة. لكن ماساكي مش متأثر لأن الحجم كان زي الليمونة كده وحاول يطلع بسرعة، لكنها وقفت وقالت له غريب انك ما كنتش شفتني وانا بغير قبل كده، ده دايما بيتعرض بين الاخوات في المانجا. ماساكي رد وقال لها مخك متأثر من قعدة على تيك توك. المرأة قالت له دي اعتذاري عن اني كنت بهزر معاك قبل كده. وبعد ما ضغط عليه وسألته لو كان شافها وهو بيغير رد وقال مفيش حاجة تشتغل عندك اساسا، انت متصممة زي التزحلق على العجلة وهو بيجري بعيد. هي فضلت تبص له باندهاش وباين عليها انها حست كده على نفسها. وفي النهاية ماساكي قعد يتساءل ايه كانت متوقعه. بعد شويه ماساكي قال بشكل عادي انه هيترشح مع عليا لرئاسه مجلس الطلاب، ويوكي على طول اتغير وجهها وقالت له انت داخل عشان تحب عليا بسبب قصب السكر بتاعتها. وهي بتطلع قالت له دلوقتي انا بقيت منافسه عليا، واي وقت تلاقي نفسك مرهق ومحتاج راحه الوسادات السماويه بتاعتي دايما في خدمتك. التاني يوم في المدرسه عليا لقيت نفسها مستنيه ماساكي بقلق، ولما ظهر عملت انها مش مشغوله وبدات تسرق نظرات ليه. لدهشتها كان نشيط جدا النهارده بعكس عادته دايما في النوم زي البقره المصابه. هي بدات تفكر ان ده ممكن يكون بسبب الوعد اللي وعده ليها امبارح انه هيكون موجود عشانها اثناء حصه الرياضه. ماساكي كان شارد في تفكيره وفجاه اتلقاه كره طائره في وشه. بعد كده عليا لقيته قاعد بره فقعدت جنبه وسالته عن حاله، فحست حرارته بايدها وكانوا تقريبا قربوا من بعض لحد ما هو شاف مصنع الحليب، وكأن الطفل الضعيف اللي كان جائع على طول شاف اللبن اخيرا وده خلى ذهنه يضيع. راحوا للصنبور عشان يشربوا ميه، لكن فجاه يوكي ظهرت وابتدت تدلعه وتغرقه في الاهتمام، وده خلى عليا تحس بالغيره الشديده فانتقمت منها ومسكت ماساكي وسحبته بعيد. بعد ما مشوا شويه وقفت وقالت له انت كويس مش شايفه انك مطلعش نفسك؟ ماساكي رد وقال انا اتخطيت الفطار. وعليا فهمت انه كان مش مستيقظ الصبح عشانها، هو كان مجرد جائع مش قادر ينام. هو قال لها انه كان قادر يركز في الفصل لانه نام كويس ليله قبلها، لكن ده خلى عليا تتنرفز اكتر وقالت ازاي كنت نايم كويس وانا كنت بهلك نفسي عشان اني صفعتك. ماساكي رد وقال مفيش حاجه تقلقي منها لان زورو بيقول لو اتصفعت على خد لازم تصفع على الخد التاني، وده زود غضب عليا اكتر فخرجت
خرجت من المكان وهي مش فاهمه ليه راحت قلبها للغبي ده. في اجتماع مجلس الطلاب بعد شويه مساكيكا قدم نفسه كعضو جديد في شؤون المجلس العامه، ولدهشه الجميع اعلن انه هو وعليا هيكونوا مرشحين معا لانتخابات رئاسه مجلس الطلاب السنه الجايه. كينزاكي شكر مساكيكا على انضمامه للمجلس وقال ان خبرته كنائب رئيس في المدرسه الاعداديه هتكون مفيده، وساله يساعد في تدريب الفريق، وده خلى مساكيكا يسال اذا كانوا ناقصين ناس. يوكي قاطعته وقالت انها عايزه تروح مع عليا نادي الفنون عشان يناقشوا معرض، لكن مساكيكا كان شاكه في الموضوع وقال لنفسه ان في حاجه مش مظبوطه بين الاتنين دول. في الطريق عليا اقترحت انهم يوقفوا في قاعه صف فاضيه وقالت لها انها عايزه تترشح للرئاسه، لكن يوكي فجاه قالت لها ان مساكيكا كان عارف وبلغها. عليا اتفاجأت وقالت انها كانت عايزه تقوله هي بنفسها، اما يوكي فقالت انها مش فارقه معاها لكنها ندمانه ان مساكيكا ما اختارش هي، وقالت فجاه انا بحب مساكيكا اكتر مما بحب اهلي. يوكي رجعت قلبت السؤال عليها وقالت طب انت بتحبيه قد ايه؟ عليا واهنه وقالت هو بس صاحب النصف، لكن يوكي مش مقتنعه وضغطت عليها لحد ما اعترفت. عليا انها مش متاكده من مشاعرها لكنها مش هتسمح ليوكي تاخده لان مساكيكا ملكها هي. يوكي ابتسمت وراحت لمعارض الفنون وخلت اليوت يتساءل ليه قالت كده. في الوقت ده مساكيكا وماشا كانوا شغالين على التقارير في غرفه المجلس. مساكيكا كان معجب بكفاءه ماشا لكن قارنها بكيساكي رئيس المجلس اللي بتصرفاتها زي الحماره، وشاف كينزاكي ان حبيبته هتفضح نفسها فسرع وارسلها بعيد، وبعدين حاول يتكلم مع مساكيكا عنها هو بيلعب معاه رغم انه عارف ان كيساكي مش اذكى من فيل. لما رجعت عليا ويوكي قعدت عليا جنب مساكيكا بشكل غير عادي وقالت له انت عارف الحظ وحش لو البنت قعدت في ركن الطاوله. مساكيكا ما اهتمش بالكلام ده لكن لاحظ التوتر بين البنات فسال ماشا عن الخرافه دي وقالت له انها حقيقيه، وضحكت وقالت اللي يقعد في الركن ده مفيش اي فرصه يعمل هاكونا ماتاتا طول حياته. عليا همست بالروسي وقالت الزواج مش في خطتي لسه، وده صدم مساكيكا لانه عارف انها مش بس بتتكلم قدامها لكن كمان اخته ماشا بتفهم روسي. بعد شويه كينزاكي طرد طلاب السنه الاولى وخلى طلاب السنه الثانيه يقابلوا المدرسين، وفي طريقهم للبيت مساكيكا وعليا قرروا يقفوا في كافيه علشان يناقشوا انتخابات الرئاسه. عليا كانت بتضايق مساكيكا وقالت له ده موعد دايت بالروسي. مساكيكا اتفاجئ من كلامها. في الكافيه عليا طلبت برفيه كبير وقالت انها محتاجه سكر علشان تفكر. في اللحظه دي مساكيكا سالها ايه اللي حصل مع يوكي، لكن عليا تجاهلت السؤال وقالت له هل انت خارج مع يوكي؟ مساكيكا نفى وقال ضحكا لا انا مش بحب البنات الوحشين. بعد كده بدا يشرح لها المعركه الصعبه ضد يوكي اللي فعلا مش ممكن تتغلب عليها عشان شعبيتها واستراتيجيتها القويه، لكن عليا زهقت وابتدت تشرب البرفيه بتاعها زي الجائع عشان تبعد عن الثرثره الكتيره. وفجاه اقترحت انها تشاركوا البرفي علشان تغير الموضوع ومسكاكيكا وافق لكن كرها، لكن طبعا الغبي ده فكر ان ده يعتبر بوسه غير مباشره. بعد كده بدا مساكيكا يحول الموضوع لاستراتيجيه وقال لها انها لازم تبين للطلاب انها مجتهده زي كينزاكي اللي فاز في انتخابات السنه اللي فاتت لما قدم نفسه كاحد بدا من تحت وكان بيحول نفسه من خسيس لجيجا شاد. عليا وافقت بس مش عارفه تبدا منين، فمسكاكيكا نصحها انها تترك انطباع في خطاب حفل نهايه الفصل الجاي. في اللحظه دي مساكيكا طلب اكله حاره جدا وعليا حاولت تاخد لقمه عشان تثبت انها قويه لكن ندمت فورا لما طعمها كان نار. في طريقهم للبيت عليا سالته ايه يوكي ممكن تعمل في الانتخابات. مساكيكا قال هي هتجيب شريك من مجلس الطلاب ومش هيكون سهل عليهم لان ممكن تختار حد زي تانا اللي كان منافس قوي في انتخابات سابق. وفي اليوم الثاني خلال اجتماع المجلس يوكي فاجأت الجميع لما قالت ان شريكها في الانتخابات هيكون ايانو. تاني يوم مساكيكا كان ماشي في الممر وفجأة ايانو ظهرت وراه فزعته وقالت له اتبعني بره، وبعد ما وصلوا بره شكرته على انه خصص وقت عشان يتكلم معاه، لكن مساكيكا قطع الطريق وقال لها خلصينا من المجاملات قول لي اللي في دماغك. ايانو سألته اذا كان صح انه هيترشح مع عليا في الانتخابات الرئاسية، ولما مساكيكا اكد لها قالت له الماستر بتاعنا مش مبسوط انك هتتحدى يوكي بعد ما كانوا بيكرهوا عيلتك. مساكيكا رد وقال لها انا مش فارق معايا ده، الماستر ده عبيط بيحاول يتعامل معايا كاننا عيله بعد ما كان عاملني زي الغريب. وبعد كده قال اكيد جدي هو اللي بعتك عشان تتاكدي من الاشاعات. ايانو قالت لا دي مهمتي اني اقيم التهديدات المحتمله ضد يوكي، انا كنت واثقه انك مش هتؤذيها لكن شكلها كانت غلط. مساكيكا وضح ليها ان ترشحه مع عليا مش عشان يقف ضد يوكي، لكن ايانو ضغط عليه اكتر وسالته هل عليا تستاهل انك تضر يوكي عشانها. مساكيكا رد وقال انا هعمل ده ببلاش وانا وعدت عليا اني هعمل كل حاجه عشان افوز بيها. ايانو اللي لاحظت الموقف قالت له بطريقه خبيثه هل ده يعني انك بدات تحس بمشاعر تجاه عليا. مساكيكا رد وقال لا انا بس هعمل كده لاني عايز. بعد شويه قبل ما تمشي ايانو سالت مساكيكا اذا كانت يوكي لسه تعني له العالم كله. مساكيكا طمنها وقال لها يوكي لسه اولويتي وادعي ليها من فضلك خليكي متابعه. في الفصل اصدقاء فيزا الاغبياء كانوا بيبصوا على مجله فيها صور بنات ساخنات وكانوا بيهزروا معاها عن عليا. مساكيكا ضحك وقال لهم هي زي اختي الصغيره. وعليا وهي بتسمع بتشتمه بالروسي وقالت له انت جبت المجله دي للمدرسه. مساكيكا بسرعه رمى اللوم على اصحابه لكن عليا راحت قعدت في مكانها باين عليها متضايقه. اصدقائه الاغبياء فضلوا يهزروا وضحكوا وقالوا ان مساكيكا بيرتبط مع يوكي
يوكي عشان يتجنب غضب عليا نفى وقال لا انا عايز واحده تكون صديقتي المفضله ولها ابتسامه حلوه. القلب بتاع عليا ابتدى ينبض بسرعه، لكن الامور اتغيرت لما واحد من اصحابه قال تعليق ساخر عنها. مساكيكا قطع عليه وقال لهم خلوا عليا تحس بالراحه حتى لو لازم اكذب او حاجه، لكنهم زودوا الطين بله وعليا بقت غاضبه جدا. في الوقت ده ايانو راحت قالت لي يوكي عن لقائها مع مساكيكا. يوكي فهمت ان مساكيكا مش هيتراجع عن الانتخابات، وايانو قالت هو دايما واثق في نفسه لدرجه انه خلاني اشعر بشيء غريب. يوكي وهي بتهزر سالت ايانو انت بتحبي مساكيكا؟ وايانو ردت وقالت لا انا مش جميله كفايه عشان يعجب بيا، وكنت افضل اكون مناديل انف ليه. ايانو طمأنت يوكي وقالت لها مساكيكا لسه بيعتبرك اهم حد في حياته. ودخل يوكي تدمع شويه وتحمر زي الجرو اللي لسه اخد تدليك للبطن. بعد شويه في قاعه مجلس الطلاب عاليه كانت باينه عليها متوتره وهي بتلعب مع باقي الاعضاء في لعبه كروت، بينما اختها ماشا كانت هاديه وبتراقب ومش بتقول حاجه. في نفس الوقت كانت بتشرب زي الخدمه وكانها بتحدق في روح مساكيكا. بعد شويه المشروبات خلصت فمساكيكا وماشا طلعوا علشان يجيبوا اكتر. وهم ماشيين ماشا شكرت مساكيكا على دعمه العليا، ومساكيكا حاول يقلل من الموضوع لكن ماشا فسرت وقالت له عليا دايما كانت شغاله لوحدها ومش هتلاقي حد زيك واقف جنبها. اتكلموا شويه عن حاجات ملهاش لازمه زي تجاربهم مع اخواتهم، وبعد شويه ماشا نصحته انه ما يخبيش جنبه المسؤول، وبعدها فاجأته وحسست انه اتكسف لما ربطت شعره، وده خلاه يتساءل ازاي هي قادره توصل للحاجات دي بكل سهوله. في نفس الوقت عليا كانت ماشيه رايحه على الفصل وفجاه قابلت تانا واللي اتهمتها انها بتجري مع مساكيكا واخدته من يوكي. مساكيكا اتدخل بسرعه وقال انت لازم تعتذري لها، لكن تانا مش وافقه وقالت له يلا بينا نعمل اجتماع طلابي هات عليا معايا. واضافت وقالت انت مش مؤهله انك تترشحي للرئاسه. عليا ردت وقالت لها انا مش هسمح لحد يتكلم عني كده، لكن تانا راحت متجاهله كلامها وقالت خلاص. تاني يوم كينزاكي قرأ موضوع المناظره قدام مساكيكا وعليا وقال ان في فحص للمعلمين عشان يدخلوا مجلس الطلاب. مساكيكا حس على طول انه مستهدف عشان سمعته مع المعلمين في المدرسه فوضى. كينزاكي سأل هل المناظره دي حتى لها قيمه؟ لكن عليا قالت له ايوه لازم نكسبها عشان نثبت اننا قادرين نترشح. وضافت بابتسامه وانا نفسي اشوف تانا وهي بتاكل كلامها وبتعتذر. بعد كده بدأوا في التحضير للمناظره. مساكيكا كان بيحاول يتوقع حجج تانا وبيحضر الردود المناسبه لكل سيناريو ممكن يحصل. خلال الاستراحه عليا سألت بدهشه انتوا ليه عندكم مشاكل مع بعض؟ مساكيكا رد وقال لا مفيش حاجه شخصيه بينا، احنا كنا بنحترم بعض لما كنا بنشتغل مع بعض، لكن دلوقتي اعتقد تانا بيفكر انني جاي هنا اعمل مشاكل. عليا مش مقتنعه، لكن لما مساكيكا ذكر شراكته السابقه مع يوكي عليا فهمت ان الدراما دي كلها عشان مساكيكا اختاروها هي، فقررت انها تتحدى عشان تكسب عشان كل ده يتخلص مره واحده. في اليوم التالي وهم رايحين لمجلس الطلاب ظهرت بنت غريبه اسمها ميا، كانت لابسه كانها رايحه الحفل في لعبه فايف نايتس ات فريديز مش مناظره، وابتدت تقدم نفسها كشريكه مناظره تانا. عليا اتفاجئت من هدوءها وابتدت تعرف نفسها بصعوبه، لكن ميا قالت لهم ان عليا وتانا ممكن يكونوا متفقين مع بعض، وده خلى عليا تتوتر اكتر. لما ميا مشيت عليا سالت مساكيكا ليه ميا دي من كل الناس شريكه تانا؟ مساكيكا رد وقال هم اصلا اصحاب من ايام الطفوله رغم انهم عكس بعض تماما. ميا مشهوره جدا ومتوصله مع ناس كتير، وعليا ده بيكون ميزه كبيره للعدو، لكن عليا كانت شايفه ده كميزه لصالحهم. فقال لها مساكيكا ركزوا في تانا بس ما تهتموش بالحمقاء التانيه. ولما دخلوا القاعه عليا بدات تشك في نفسها وحست بالتوتر. مساكيكا فجاه قال سمعت ان حليبك كفايه تغذي مدينه طوكيو كلها، لكن مساكيكا اكتفى بهز كتفه وقال لها مفيش حاجه تقدر تعمليها، ولو فعلا زعلانه ممكن تروحي تحضني انفذ. كلامه الخفيف المازح خلاها تهدى شويه. بعد كده قدم لها نصيحه جديه وقال خصمك مش تانا، خصمك هو نفسك، انت مش لازم تكوني مثاليه، خليكي نفسك، لو الامور اتأزمت انا هكون موجود عشان اتعامل معاه. المناقشه بدات وتانا ابتدت بانتقاد لاذع للنظام الحالي، وقالت ان مجلس الطلاب مليان ناس غير مؤهله، واقترحت ان فحص المعلمين هيخلي بس الناس القادره يتقدموا. عليا قامت وقالت ان تدخل المعلمين هيقلل من دور الرئيس ونائبه، وده هيخليهم مجرد دمى ما عندهمش راي. واثناء ما عليا كانت بتقدم وجهه نظرها مساكيكا لاحظ ان تانا كانت عامله فيها بتحدق فيه وكانها شاكه ان هو اللي مدي عليا الافكار دي. تانا ردت وقالت ان المجالس السابقه كانت بتقبل اي حد حتى الاغبياء، وان الموافقه من المعلمين هتمنع الفشل. عليا ردت وقالت الرئيس ونائبه ممكن يعترفوا بعيوبهم ويطلبوا نصيحه من المعلمين لو احتاجوا، لكن هنا تانا فجاه طرحت سؤال صعب وقالت ايه لو الرئيس ونائبه استخدموا سلطتهم بطريقه غلط؟ عليا فجاه وقفت في مكانها مش عارفه ترد، ولما شاف مساكيكا انها متجمده قرر يتدخل هو وقال للجمهور احنا كلنا هنا نتناقش في ايه؟ ثم نظر لتانا وقال بصوا كينزاكي ازاي تحول من شخص عايش في تعاسه لشخص قادر يقود المجلس زي ما هو دلوقتي. القاعه فجاه سكتت وكل الناس بصوا على كينزاكي واللي كان باين عليه انه متفاجئ ومكسور. تانا جريت بسرعه بره القاعه وعليا جريت وراها. لما لقيتها كانت منهاره عاطفيا وقالت لها ليه مساكيكا اختارك انت؟ ليه مش يوكي؟ انا دايما كنت فاكره ان مساكيكا ويوكي بينكم حاجه جميله. عليا ردت وقالت انا مش عارفه ليه هو اختارني، لكن وعدت نفسي اني هثبت انني الخيار الصح. بعد شويه عليا سالت مساكيكا نفس السؤال وقال لها مساكيكا انه في البدايه كان بيرشح مع يوكي بدافع الذنب، لكن المره دي اختار عليا لانه كان عايز بجد. عليا اتفاجئت وردت بالروسي وده خلى مساكيكا يضحك لانه كان بيفهمها سرا. لما اتفرقوا عليا فكرت في تعليق مساكيكا عن حجمها وقال لها في مره
مره حد قال لي انك شيله حموله هناك، وعليا همست بالروسي وقالت صح، الى ان ادركت ان مساكيكا سمعها. بعد كام يوم يوكي كانت بتتعشى مع جدها، وفجاه الجد بدا يتكلم عن مناظره مجلس الطلاب بين مساكيكا وتانا، وقال انه زعلان من تانا عشان تركت المناظره في النص، وقال انها كده خيبه امله. يوكي حاولت تدافع عنها وقالت انها اكيد كانت عندها اسباب، لكن الجد كان مش مقتنع وابتدى يهاجم مساكيكا، وقال مساكيكا ده رغم امتيازه رمى كل حاجه على جنب، وعشان يخسر قدام حد زي ده مش مقبول. الجد قال لها بصرامه مفيش مجال للخساره مهما كان الخصم. بعد شويه يوكي كانت ماشيه وامها قربت منها وكانها في مزاج مش حلو، وسالتها اذا كانت لسه قريبه من مساكيكا. يوكي ردت وقالت ايوه ليه، لكن امها رفضت تشرح قلقها وقالت مفيش حاجه. التاني يوم في المدرسه مساكيكا اصبح مركز الاهتمام بعد عودته الكبيره في مؤتمر الطلاب. بعض الناس ابتدوا يسالوه اسئله، لكن هو اتفادى الرد وقال لهم اسالوا عليا بدل ما تسالوني. الاهتمام انتقل على عليا، والبعض بداوا يسخروا من تانا لانها مشيت من المناظره. عليا اتغضبت وخرجت من الفصل. مساكيكا جرى وراها علشان يطمنها وقال لها احنا قوامنا صح ومش لازم نهتم بالشائعات دي، لكن عليا قالت احنا كسبنا عشان تانا هي اللي مشيت. مساكيكا وافق كرها وقال انه هيساعد في تصليح الوضع مع تانا حتى لو ده معناه انهم ممكن يخسروا. عليا اعتذرت له وقالت انا اسفه اني خليتك تمشي في الموضوع ده، لكن مساكيكا طمنها وقال احنا مع بعض في الموضوع ده. وهما بيكلموا مساكيكا لاحظ كنزاكي وكيساكي مختبئين تحت الترابيزه، فتظاهر انه مش شايفهم، لكن عليا بدات تتصرف وكانها عايزه تقبله بشكل حماسي، وده خلاه يشوش عليها، فقرر يكشفهم مما خلاها تهرب بسرعه. بعد كده مساكيكا راح لصف ميه وقرر يتكلم معاها. هي ضحكت وقالت له انه جاي يطلب منها تخرج معاه، لكن مساكيكا رد وقال افضل اخرج مع قرد. وبعدين رجع بجديه وقال لها انه عايز ينشر اشاعه تبرر خروج تانا المفاجئ، ويقول انها كانت بتعمل كده علشان تصرف شجاع مش هزيمه. ميا اتفاجئت لكنها وافقت رغم ان ده ممكن يفتح تساؤلات عن فوزهم. ميا طلعت بعد شويه وفجاه ظهروا يوكي وايانو، وده فاجأ مساكيكا لانهم سمعوا كلامه مع ميا. في اللحظه دي عليا شافتهم مع بعض، ورغم انها كانت متضايقه حاولت تظهر انها مش مهتمه وقالت مفيش حاجه. شويه اصحاب طفوله قاعدين مع بعض في قاعه فاضيه. ميا رجعت الفصل واصحابها سالوا ليه. مساكيكا طلب يشوفها، فقالت لهم انه كان عايز يعرف ليه تانا مش في المدرسه. كانوا متفاجئين وقالوا هل الهزيمه اثرت عليها كده، لكن ميا غيرت الموضوع وقالت اللي حصل في المناظره ده كان غلطتي، انا اللي زرعت شويه طلاب في الجمهور علشان يعكروا الجو لعليا ومساكيكا. ولما تانا اكتشفت ده هي مشيت من القاعه لانها حست ان المناظره ما بقاش فيها عداله. بعد شويه مساكيكا وعليا لقوا نفسهم بيدرسوا مع بعض في المكتبه، لكن فجاه يوكي وايانو دخلوا وقطعوا الجو بهو غريبه مع مساكيكا، واللي خلى عليا تبدا تشك اذا كانوا فعلا مجرد اصدقاء طفوله. بعد كده ماشا دخلت عليهم ووجدت كتاب عن التنويم المغناطيسي واقنعت مساكيكا يجربوا. الكل اتفاجئ ان التنويم اشتغل وحط ماشا تحت التنويم. عليا مش مصدقه فقالت طب انا كمان هجرب، وبالفعل دخلت في التنويم هي كمان. وفي اللحظه دي يوكي بقت هبله وقالت لمساكيكا خد بالك من دي ممكن تعمل حاجات مش كويسه، لكن مساكيكا رفض وقال لا ده مش هيحصل. لكن الموضوع بدا يتصاعد لما البنات تحت التنويم بداوا يفكوا ازرار يونيفورماتهم، وده خلى الكل في حاله فزع وما عرفوش يوقفوهم. فجاه كيساكي وصلت في الوقت المناسب وقررت تكون مفيده لاول مره في المسلسل ده، واستخدمت تقنيه تعلمتها من ناروتو علشان توقظ البنات من التنويم. لما البنات صحوا اتفاجئوا انهم كانوا قريبين يتعروا وبداوا يسالوا احنا عملنا ايه. بعدها كيساكي بصت لمساكيكا وقالت له مستعد اعمل لك اعاده ضبط المصنع. قبل الامتحانات مساكيكا كان بيحاول يركز في دراسته، لكن افكاره كانت دايما تروح للانمي اللي هيشوفه بعد كده، لكن بيقاوم عارف انه لو بدا يشوفه مش هيرجع يذاكر. بعد ما صارع مع تشتيتاته خلص لاقناعه انه عنده فرط الحركه وتشتت الانتباه مزمن، ومع ذلك حاول يقنع نفسه انه مش هيخلي قله التركيز تؤثر على عليا في الانتخابات. فجاه جاله اتصال من عليا وقال لها وهو بيداعب ايه اللي جابك تتصل، اكيد بتوحشيني. لكن المفاجاه كانت لما عليا اعترفت بالروسي وقالت له ايوه بحبك، وبسرعه اكملت وقالت لكن انا بس كنت بتاكد انك مش بتكسل وتضيع وقتك مع موديلز على اونلي فانز بدلا من المذاكره. مساكيكا اعترف انه مش قادر يركز فعلا، وساعتها عليا اقترحت عليه رهان لو دخلت في اول 30 في الامتحانات هعمل اي حاجه تطلبها مني حتى لو ده معناه ابلع السجق بتاعك، ولو فشل هتطلب منه يعمل اي حاجه هي عايزاها. هو وافق فورا حتى وهو عارف انه هيفشل لانه متاكد انه غبي زي ما هو. المكالمه اخذت منعطف خفيف لما مساكيكا قال لها انت زي اختي الصغيره، لكن عليا مش عايزه تتحط في منطقه الاخت. قالت له احنا في نفس السن. فماسكه كيكا بدم بارد قال وعيد ميلادك في ال7 من نوفمبر صح؟ عليا اتفاجأت وقالت ازاي عرفت؟ مساكيكا تدارك وقال اكيد قلتها مره كده في عرض الموضوع، لكنه لما حس انه قال كتير قطع المكالمه بسرعه. اللي مساكيكا ما كانش يعرفه ان عليا كانت بتتصل بيه عشان كانت خايفه بعد ما شافت فيلم رعب. بعدين حسيت بالذنب لانها ما كانتش عارفه عيد ميلاده رغم انه بيعتبرها من اقرب الناس ليه. بعد 5 ايام مساكيكا وعليا كانوا ماشيين مع بعض بعد المدرسه، وفي الطريق مساكيكا لاحظ ان عليا ما ضحكتش عليه ولا مره من وقت مكالمتهم التليفونيه، وده كان غريب جدا. فضوله خلاه يسالها لكن هي فاجأته بملاحظته دي. هي حاولت تتجاهل الموضوع لكن بعد شويه فجاه سالته ليه ما دعيتنيش لعيد ميلادك؟ مسكاكيكا اتفاجأ وقال لها مفيش احتفال، من زمان ما عملتش حفله. لكن عليا ما صدقتش الكلام ده وقالت له في روسيا
آسيا لو ما دعيتش حد لعيد ميلادك ده بيبقى معناه انك مش صادقهم بعد كده. واضحه انها كانت عايزه تحتفل بعيد ميلاده معاه. ماساكيكا قال لها ماشي نحتفل بيه متاخر، نقضي يوم مع بعض في الويك اند، واتفقوا على انهم يعملوا حاجه بسيطه مع بعض وهم في طريقهم للكافيه. ماساكيكا حاول يخفف الجو وقال لها بجمله تحفه انت جميله لدرجه انك بتخليني اعرق، لكن عليا ردت ببرود وقالت انت مش اول واحد يقول كده، مش فارقه معايا. ولما وصلوا الكافيه ماساكيكا بدا يتكلم عن خطط الحفل الختامي، لكن هو بدا يسرسر زياده عن اللزوم. عليا كانت بتاكل اكلها زي الجائع اللي ما شافش اكل من زمان، وبعد ما خلصت طلعت هديه صغيره جابت له في عيد ميلاده، وماساكيكا شكرها وقال لها دي هتبقى مفيده علشان تجيب لي الحليب. تاني يوم في غرفه مجلس الطلاب ماساكيكا كان بيتكلم مع كنزاكي عن تحديث الزي الصيفي. كنزاكي قال ان المدرسه ناويه تكشف عن الزي بعد الاجازه الصيفيه، وان في اعلان مفاجئ هيتم في حفل الختام. كنزاكي كمان شكر كيساكي على ان هي اللي قدرت تحصل على الموافقه للاقتراح، والاتنين بداوا يتصرفوا كانهم عاشقين زياده عن اللزوم زي المجانين. في نفس الوقت ماشا كانت هادئه جدا وبتقدم الشاي، لكن كان باين عليها انها محروجه من الحادثه اللي حصلت مع التنويم. بعد شويه في المطبخ ماساكيكا حاول يطمنها وقال لها مفيش حاجه غير لقاءه حصلت، مش لازم تشيلي هم. هي ارتاحت، لكن بعدين شكت وقالت له انت شقي، وسحبت خده بعنف على سبيل المزاح. رجعوا تاني لغرفه المجلس وهناك لقى يوكي مستنياها. لما شافها حاول يطلع بسرعه، لكن هي وقفته وقالت له مضى وقت طويل من اخر مره لعبت فيها معاك بطريقه خشنه، وانا عايزه تتعامل معايا بطريقه اقوى. زيرينيا نزلت على الترابيزه وقالت له اعمل لي تجربه على السحابه النود. ماساكيكا تردد في الاول لكن بعدين وافق وبدا يدخل في مزاج مفعم بالطاقه وهو جاهز ليطلق صاروخه في الفضاء. لكن فجاه جاله مكالمه واعتذر عشان يروح يقابل جده اللي كان لابس زي المافيا. بعد شويه لما عليا وامها قربوا منهم جد ماساكيكا بدا يمدح في عليا على جمالها بشكل مبالغ فيه. وفي نفس الوقت ام عليا لاحظت ماساكيكا وقالت عليا دايما بتتكلم عنك، انت مش عارف قد ايه بتشيد بيك. وفجاه ماساكيكا شافه وهو في حاله رعب. جده بدا يعرض عليه يطلب من ام عليا يدها، وده خلاه يحس انه في اسوأ كابوس ممكن. بعد الحادثه دي جده قال له هو ماساكيكا وبتاع احنا محتاجين امراه تكون هي اللي هتقول لجدي انها حماه. وساعتها ماساكيكا كان شعره كان هيقف من شده الخجل وكأن اسوأ كابوس واقع عليه فجاه. بعد 3 ايام ماساكيكا صحى من حلم عن طفولته وهو فاكر ازاي امه كانت مش راضيه عن مجهوداته، وفجاه اكتشف انه اصيب بنزله برد وقرر يقطع المدرسه. في الوقت ده عليا فاجئته لما ظهرت عند باب بيته. هي شرحت له ان يوكي بعثتها عشان تجيب له دواء، وداخليا ماساكيكا كان بيشتم يوكي في دماغه لانه ما حذرهوش. عليا سالته لو ممكن تدخل، ومع انه حاول يطنش الا انها كشفت له ان يوكي طلب منها كمان انها تضمن ليه انه يرتاح، فوافق ماساكيكا اخيرا وهو متردد. عليا سالته لو يفضل بورش او عصيده. ماساكيكا كان في حاله من الارتباك بسبب حماستها واختار العصيده عشان البورش هياخد وقت طويل في المطبخ. عليا بدات تدور على جوجل علشان تتعلم تعمل الاكل لانها زي مواليد الالفينات ما تعرفش تطبخ غير اندومي. وفي وسط البحث لاحظت ان ماساكيكا بيشرب في الكوبايه اللي هي جابت له اياها وابتسمت بحماس. بعد شويه جابت له الاكل وماساكيكا ما قدرش يمنع نفسه من التعليق انت شكلك حلو جدا في المرياله دي. بعدها عليا عرضت انها تفضل تقعد وتذاكر في غرفه المعيشه وهو يرتاح. بعد ساعات ماساكيكا صحى وفجاه لقى عليا وايانو بيعملوا تحدي انجليزي ولا اسباني، وسالوه اذا كان حاسس انه بقى افضل. ايانو عرضت عليه مخدتها الناعمه عشان يستريح عليها. عليا حاولت تتدخل لكن ايانو قالت ده جزء من واجبي كخدمه. في اللحظه دي ايانو قالت لعليا خلاص امشي علشان عندك حاجات تحضريها لبكره. بعد ما اكل ايانو قدمت له دواء لكن مساعدتها ما وقفتش عند كده، هي عرضت عليه انه يتحمم ودخل ماساكيكا يدخل في حاله فزع، لكن هو رد بقوه وقال لها لا قبل ما اجوع اكتر وما اقدرش اتحكم في نفسي. في الصباح التالي ايانو قدمت لمساكيكا الفطار والدواء، لكن ماساكيكا لاحظ ان في حاجه مش مظبوطه. راح شاف علبه الدواء واكتشف انه كان بياخد حبوب منومه. اتجنن وواجه ايانو اللي اعتذرت له على غفلتها. ماساكيكا على طول شك في دور يوكي وقرر يمشي بسرعه للمدرسه رغم اعتراضات ايانو. في المدرسه لقى عليا بتعتذر له وهي حاسه انها ضيعت جهده، وبدات تشرح له ان يوكي طلب منها انها تعتني بيه، لكن كمان خلتها تظهر في بث الغداء اللي بيحصل. رغم ان عليا في الاول رفضت لكن يوكي استفزتها وقالت لها كلام ما عجبهاش فاضطرت توافق. لكن خلال البث يوكي قلبت الموازين وبقت مهزومه ومعتذره، وشاركت قصه مؤثره عن اخوها الراحل اللي كان نفسه يبقى رئيس، وحاولت تربط حملتها بتحقيق حلمه. عليا اللي كانت متفاجئه اتلخبطت لما سالوا عن اسباب ترشحها هي، وحست ان دوافعها كانت تافهه قدام قصه يوكي. هنا ماساكيكا لقط اللحظه وطلعها من الحاله دي وقال لها المناظره مش عن كسب الطلاب، ده عن ارباكك. وبعد كده طمأنها وقال لها ما تقارنش نفسها بيها. اضاف شويه جمل تحفيزيه سخيفه فعرضته عليا وقالت له انت شكلك دلوقتي زي الراجل الحكيم في الافلام. شكرته على استرجاع ثقتها. لحظاتهم الرومانسيه تم مقاطعتها لما ميا وتانا دخلوا واعتذروا عن المشاكل اللي سببوها قبل كده. ماساكيكا ترك الموضوع لعليا علشان تقرر اذا كانت هتسامحهم ولا لا. بعدين تانا قررت تعلن عن هزيمتها، لكن ماساكيكا اقترح عليها طريقه احسن علشان ترد الجميل لعليا، وبكده وافقت تانا تنضم لقوه مع عليا علشان تكسر يوكي في الانتخابات. في نفس اليوم عليا كانت بتتمرن على خطابها مع ماساكيكا، ورغم انها كانت بتضيع وقته بخطابها الممل اللي كان ممكن ينام فيه الطير، ماساكيكا طمأنها وقال لها انت جاهزه لحفل الختام. عليا كانت مش مقتنعه
وقالت انا لسه مش واثقه في نفسي، انا ازاي ادير مجلس طلابي لو مش قادر اتكلم قدام جمهور اكبر؟ ماساكي نصحها فكري في رسالتك وركزي عليها، لكن عاليه قطعته وقالت ده مش هيشتغل، وبدات تعترف انها حست انها مش كافيه بعد ما شافت خطابه، وقالت ازاي تقدر تجذب الجمهور كده بكل سهوله؟ ماساكي رد وقال التجربه اكتر من اي مهاره خاصه، لكن في حاجه بسيطه هقولك عليها علشان تجذبي انتباه الجمهور. وبعد ما سمعت عاليه قررت انها تختبر النصيحه دي في خطابها. بعد شويه يوكي وايانو انضموا ليهم، ماساكي رحب بيها بوجه مكشر، لكن يوكي تظاهرت بعدم الفهم وضحكت وقالت لعاليه انت زعلانه مني؟ عاليه ردت بسرعه وقالت انت اللي خليتيني افكر في نفسي، فعلا دلوقتي فهمت ايه اللي مخلياني اترشح، هقولها في خطابي. لكن ماساكي مشي قدامه وقال ليوكي اساليبك دي حاجه رخيصه، وبعد ما وضح انه مش غضبان منها قال لها لكن لو اتعديتي عليها تاني مش هبقى راضي. الجو بدا يتوتر، وفجاه دخلوا كينزاكي وكيساكي وماشي علشان يخلصوا الترتيبات لليوم التالي. بداوا في تحديد ترتيب الخطابات عن طريق قرعه، ويوكي اختارت انها تبدا وابتسمت بثقه متاكده ان ده هيساعدها تكسب. في اليوم التالي بدأت الخطابات، يوكي صعدت على المسرح وبدأت تلقي خطابها بشكل مرتب جدا وباللغة البولندية، وكانت مليانة وعود عامة زي صناديق الاقتراحات. الجمهور كان مشدود بالكاريزما بتاعتها وصفقوا بحماس. ايانو جت بعدها، لكن خطابها كان باين عليه انه ممل وزي الروبوت، وده زود الشعور عند الجمهور انهم محتاجين لحظة تغيير حقيقية. في الكواليس ماساكي كان بيقدم لعالية كلمات تشجيعية قبل ما يجي دورها. لما وصل وقتها بدأت خطابها بالروسي، والجمهور كان متفاجئ ومتسائل ايه ده، ثم انتقلت للغة اليابانية. عالية اعترفت بانها مش عندها الخبرة، لكن قالت ان الاصرار والعزيمة عندها لا يعلى عليهم، وعدت بحماس انها هتكون القائدة اللي المدرسة تستحقها، وده خلى الجمهور يتفاعل معاها بحماس. بعد كده ماساكيكا بدأ كلمته وهو بيهزر وقال انا كنت نائب رئيس يوكي سابقا، لكن دلوقتي انا معلم العرايس. الرئيس يبدأ يجاوب على فضول الجمهور وقال لهم انه اختار ينفصل عن يوكي ويدعم عالية بدلا منها، ثم مدح عالية وقال ان خطابها رغم انه مش كان كامل لكنه كان صادق وجوها قلبه. وده خلى الجميع يتفاجئ لما اعلن انه لو عالية بقت رئيسة، تانا ومايا اللي كانوا منافسينها هينضموا لمجلسها. الاعلان ده خلى الجمهور يهلل من الفرحة، وده اعطى عالية دفعة قوية من الثقة. بعد الخطابات تانا راحت لعالية وقالت لها انها مش هتساعد في الحملة الانتخابية دلوقتي بما انهم بقوا مستويين، لكن عالية ردت بحزم وقالت انا هثبت انني استحق تأييدك. في نفس الوقت يوكي كانت بتفكر في هزيمتها وفهمت انها اخطأت في تقدير استراتيجيتها، وقررت تستسلم في الوقت الحالي لخسارتها. بعد شوية عالية وماساكيكا راحوا يشوفوا نتائج الامتحانات. عالية جابت المركز الاول بينما ماساكيكا واقع في المركز الثالث وال30. بما ان عالية فازت بالرهان، ماساكيكا بقلب هزار ممكن تناديني باسمي الاول كعلامة على قربنا؟ عالية اتكسفت شوية لكنها وافقت. ماساكيكا اتورد من الخجل لما نفذت طلبه، وهما ماشيين في الطريق للبيت ماساكيكا بخجل سألها ممكن نكمل نلتقي خلال الاجازة علشان نستعد للانتخابات؟ عالية وافقت وقالت له بحسم اكيد، انا مصمم اكسب اكتر من اي وقت مضى. النهاية لو عجبتك الخلاصة دي اضغط على زر الاعجاب، وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف اكتر من المحتوى ده. زي ما دايما شكرا للمشاهدة.